خناقة كبيرة في قلب الكنيسة مع أبونا بولس جورج، والكنيسة كلها اتقلبت والناس اتلمت. ايه التفاصيل وايه الحكاية؟ تبتدي الحكاية ويحكيها بنفسه أبونا بولس جورج ويقول: كان في أسرة مسيحية بسيطة جدا، والأب كان بيشتغل بواب، وعنده حوالي 7 بنات أو ممكن 9، وحتى البنات كان معظمهم بيشتغلوا علشان يساعدوا أبوهم على المصاريف. أبوهم كان بواب عمارة، وكانوا البنات بيساعدوه في خدمة سكان العمارة، من مجايب طلبات، من نظافة سلم وكده. يعني كانوا مستورين والدنيا ماشية معاهم تمام، بس الحال ما فضلش زي ما هو. وفجأة الناس ابتدت تتغير في معاملتهم وياهم، ابتدوا يضايقوهم. وفي مرة الراجل ده هو وبناته مش موجودين في البيت، وفجأة سكان العمارة دخلوا على الأوضة اللي ساكنين فيها تحت السلم، كسروا باب الأوضة وأخدوا كل حاجة فيها وراحوا رموها بره على الرصيف. جم البنات من بره لقوا حاجتهم كلها مرمية في الشارع على الرصيف، والناس متجمعين في دخلة العمارة وبيقولوا لهم: خلاص اتقطع عيشكم من هنا، احنا مش عايزينكم وسطينا، امشوا. فكان في واحدة قلبها مليان رحمة لما شافت المنظر ده. الست دي كانت دكتورة، بصت للبنات وهم بيبكوا، ولا حول ليهم ولا قوة ولا ليهم أي مصدر دخل ولا مكان حتى يتستروا فيه، وقالت لها: ما تخافيش، أنا عندي أوضة فاضية، تعالوا كلكم اقعدوا فيها لحد ما يطلع النهار، وبعد كده نروح للأب الكاهن اللي موجود في الكنيسة ونسأله نعمل إيه، وأكيد ربنا هيرشده إزاي يدبر أموركم. وفعلا البنات راحوا مع الست دي وأبوهم، وتاني يوم الدكتورة أخدت البنت الكبيرة وراحت بيها على أبونا بولس جورج في الكنيسة. أبونا بولس يكمل كلامه ويقول: أنا كان ساعتها كنت لسه جديد، لسه مرسوم، وما كانش بقالي يدوب سنة، يمكن سنة ونص بكتير قوي. فساعتها لقيت الدكتورة والبنت داخلين بيحكولي على اللي حصل ويقولولي: سكان العمارة كرشونا ورمولنا العفش بتاعنا بره وملناش مأوى، وشوفنا شقة صغيرة تسترنا ونقدر نكمل ونعيش فيها، بس يا أبونا مطلوب مننا 1500 جنيه. 1500 في الوقت ده كانوا مبلغ كبير جدا. أبونا بولس يكمل كلامه ويقول: أنا سمعت الكلام، بس كان حقيقي معيش في جيبي فلوس. بصيت للبنت وقلت لها: حبيبتي، بكرة الصبح يكون ربنا دبرها، تعالي وبإذن ربنا خير. وفعلا البنت مشيت وهي متعشمة وفرحانة. بس للأسف اليوم ده أبونا بولس كان عنده اعترافات كتير جدا، وروح البيت وهو تعبان جدا، ويدوب غير الفراجية ونام من كتر التعب، ونسي تماما موضوع البنت والمبلغ اللي هي محتاجاه. وقام تاني يوم أبونا علشان يقوم بالقداس، وفعلا أبونا راح الكنيسة وقام بالقداس، وبعد القداس لقى البنت واقفة قدامه وبتقوله: يا أبونا، جبت قدسك المبلغ اللي قلتلي عليه؟ أبونا بقى في نص هدومه، مش عارف يقول لها إيه ولا عارف يرد بإيه. أبونا بولس يقول: أنا فضلت من جوايا أصرخ لربنا وأقوله: يا رب الحقني، أعمل إيه؟ يا رب الحقني، أتصرف إزاي؟ يا رب ده أنا نسيتها خالص، بجد أنا نسيتها، والبنت قدامي واقفة ومبسوطة وفاكرة إن أنا هحط إيدي في جيبي وأطلع لها المبلغ 1500 جنيه. رحت بصيت لها وقلت لها: استني يا بنتي 10 دقايق بس وأنا هجيلك. فراحت البنت قالت لي: ماشي يا أبونا. فقلت لنفسي أدخل عند الآباء القدام اللي موجودين في الكنيسة، أشوف أي مبالغ معاهم أجمعها وأدهم لها عبال ما ربنا يبعت الباقي. دخلت عند أبونا فلان، قلت له: يا أبونا، معكش حاجة لإخوات ربنا؟ في واحدة من إخوات ربنا بره ومحتاجة مبلغ ضروري. راح أبونا بصلي وقال لي: صدقني يا أبونا، معيش إلا 50 جنيه، تاخدها؟ راح أبونا قال له: لا شكرا، مش هتنفع يا أبويا، ده أنا محتاج مبلغ كبير. أبونا يكمل ويقول: طلعت من مكتب أبونا ده، رحت لأبونا تاني ورحت قلت له: يا أبونا، أنا طالب منك 1500 جنيه بس، لحد من إخوة ربنا واقف بره ومحتاجه ضروري. فراح رد عليا وقال لي: لو لقيت فلوس للخدمة يبقى هات،
علشان كمان أنا محتاج. فأصبح كده مفيش فلوس، ولا مع أبونا ده ولا مع أبونا ده. وبقى ما فاضلش إلا الكاهن الجديد اللي كان مرسوم معايا، وهو كمان معهوش حاجة زيي. بقيت مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. وأنا طالع على السلم علشان أوصل عند باب الكنيسة، وأنا عمالة أقوله يا رب أنا كده هخذل البنت وهكسفها. يا رب أنا نسيتها، بس لو أنا نسيتها أنت أكيد مش ناسيها. اتصرف يا رب، دي بنتك، هتعمل إيه هي وإخواتها البنات؟ هيروحوا فين وهيتصرفوا إزاي؟ يا دوب طلعت درجتين من السلم وأنا محرج وفي نص هدومي ومش عارف أعمل إيه. ولقيت واحدة ست كبيرة في السن جاية بتقولي يا بونا استنى، يا بونا استنى، وهي صوتها عالي قوي. هي مش ملاحظة إن صوتها عالي لأن شكلها كده سمعها تقيل، ومش بتسمع كويس لأنها كبيرة في السن. قالت لي استنى هدي لقدسك حاجة، وراحت فتحت شنطتها وطلعت منها ظرف. رحت بصيت لها وقلت لها أخطيت سامحيني، أنا معيش، مش هقدر أخد الظرف. فقالت له يعني إيه؟ قال لها أنا معيش دفتر التبرعات. راحت ردت عليا وقالت لي يعني إيه يا بونا؟ أنا فلانة الفلانية بنت فلان اللي بنى الكنيسة دي، إزاي تقولي أنا مش واخد حاجة منك؟ ما ينفعش، بقى أنا فلانة بنت فلان وتقولي دفتر تبرعات؟ أنا يا بونا لما أديك حاجة تاخدها وإنت ساكت. أبونا بيقول لقيت الناس كلها واقفة والكنيسة بحالها اتلمت عليا، لأن الست كان ملامحها غضبانة جدا وصوتها عالي وهي مش ملاحظة، والشعب اتجمع وأنا عايزة ألم الموضوع لأن الشكل بقى وحش قوي. فرحت بصيت لها وقلت لها حاضر حاضر، ورحت أخد منها الظرف علشان تسكت وتمشي لأن المنظر كان وحش قوي. وطلعت بعد كده عند باب الكنيسة ولقيت البنت مستنياني. فرحت بصيت لها وقلت لها بصي يا بنتي، أنا بجد محرج جدا منك، خدي المبلغ اللي موجود في الظرف ده دلوقتي، وأوعدك صدقيني الباقي هجيبه على آخر اليوم أو بكرة الصبح بكتير قوي هيكون المبلغ وياكي. أبونا يقول طلعت الظرف اللي فيه الفلوس وفتحته وعديت الفلوس قدامها، والعجب لقيت المبلغ 1500 جنيه بالظبط، ولا أزيد ولا أقل 10 جنيه. حقيقي ربنا عارف احتياجات بنته، وانا اللي نسيتها لكن هو اللي ما نساهاش وبعت احتياجاتها في الوقت المناسب. الحال يتطبق علينا كلنا. مهما كان طلبك ثق ان الهك هيحققه ليك لو انت بجد بتطلبه من قلبك وبإيمان. مهما كان الطلب ده بالنسبة لك تحقيقه صعب او حتى مستحيل، او اعتقدت ان كل الابواب مقفولة، بس الحقيقة اللي واضحة وضوح الشمس إن باب أبوك السماوي مفتوح دايما أبدا ما يتقفل، ومخازنه كلها مليانة بالخير أشكال والوان. بس كل اللي عليك اللي تعمله إنك تطلب من أبوك السماوي بكل عشم وإيمان، وإنت هتشوف العجب اللي يفوق كل تفكير بشري. ربنا يفرح قلوبكم.